بالنسبة للمداخلة. صافي راه لونسيت لايف عمر. جي كومبري، جي كومبري. جي كومبري. يا أستاذ جي كومبري. اييه صافي. اها داكوغ مزيان. جي كومبري. شو بلاتي الاخوان، المهم انا بغيت باش نبارطاجي عندي في لاباج ديالي. مرحبا. Ça marche. صافي صافي مزيان. صافي تفضل كتسمعني؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم يعني في سلسلة ضيف منتدى الباحثين في القانون، والتي من خلالها يعني نستضيف مجموعة من الشخصيات القانونية متعددة للحديث حول مختلف المواضيع المثارة والمستجدة في قالب حواري بحث. ولا يفوتني بداية أن أتقدم بجزيل الشكر للمكتب التنفيذي لمنتدى الباحثين في القانون ابن طفيل القنيطرة، على رأسهم رئيس منتدى الباحثين السيد محمد العمري، وباقي الأعضاء التنفيذي يعني المكتب التنفيذي الساهرين على هذه المنصة، وكذلك لكل منخرطي منتدى الباحثين على العمل الدؤوب الذي يقومون به. ولا يفوتنا كذلك أن نقدم جزيل الشكر والتقدير للسيد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية الأستاذ أحمد أجعون، وكذا السادة الأساتذة وباقي الأطر الإدارية التي تعمل على سير عمل هذا المنتدى. حلقتنا اليوم نستضيف فيها الدكتور الأستاذ عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب. نشكركم فضيلة الدكتور على قبولكم الدعوة والمشاركة معنا في هذه الحلقة التناقشية. ولكن أستاذي قبل نعطيكم الكلمة لابد من توطئة حول هذا الموضوع. فكما تعلمون أنه تعتبر المحاكمة العادلة من أهم مواضيع حقوق الإنسان، وهو مؤشر على احترام الدولة لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، ومقياس أصيل في بناء دولة القانون. وتتسم هذه المحاكمة العادلة بناء على ضمانات يتمتع بها المتهم من بداية الدعوى العمومية إلى نهايتها. فالمتابعة التي تؤدي إلى إحالة القضية الجنائية على قضاء الحكم الذي يختلف بطبيعة الحال نوعا وتأليفا واختصاصا مرحلة مصيرية بالنسبة لأطراف الخصومة الجنائية، حيث يهتم الكل فيها بتعزيز وجهة نظره بالكيفية التي يراها محققة لمصلحته. فالنيابة العامة تطالب غالبا بتطبيق ردود الفعل الاجتماعي المتمثل في العقوبة والتدبير الوقائي أو هما معا، والمتابع غايته الأولى والأخيرة تكون في نفي التهمة الموجهة إليه أو على الأقل يعني التخفيف من ردة الفعل الاجتماعي، وخصوصا يعني أنه ممكن في كافة الأحوال بمجموعة من الضمانات واسعة ودقيقة لا يجوز تخطيها من أحد للدفاع عن نفسه.
وقد خول المشرع بطبيعة الحال لأطراف الخصومة الجنائية عدة طرق للدفاع، لعل أبرزها موضوع حلقتنا اليوم المتمثل في الدفوع الشكلية في المسطرة الجنائية، باعتبارها ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك من أجل الاحتجاج بها أمام القضاء بخرق الإجراءات المسطرية الماسة بالحقوق. ثم أعطيكم الكلمة الأستاذ للحديث عن الموضوع بشكل مفصل ودقيق، وشكرا. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا سيد رئيس هذه الجلسة. بداية وقبل الخوض في غمار مناقشة هذا الموضوع، أود أن أتقدم بجزيل الشكر لمنتدى الباحثين في القانون بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة رئيسا وأعضاء على أولا إتاحة هذه الفرصة ودعوتهم لتقديم هذه المداخلة المتواضعة بإذن الله. كذلك الشكر موصول من خلالهم إلى عمادة الكلية، كلية القانون بجامعة ابن طفيل، والشكر أيضا موصول لكل من عمل على إتاحة هذه الفرصة وعلى نشر الثقافة القانونية من خلال هذه المنصة. وتحية طيبة رمضانية مباركة لكل السادة المتتبعين، سواء من عموم إخواننا الطلبة أو من عموم رجال ونساء القانون، وكذا كل المهتمين بالمادة القانونية. في الحقيقة كما جاء في تقديم سيد رئيس الجلسة، هذا الموضوع هو يعني غاية في الأهمية. هو يعني يتعلق بمجمل الدفوع الشكلية المنظمة في قانون المسطرة الجنائية. إذن قبل الخوض في تفكيك هذا الموضوع، لا بد لنا من أن نعرف أولا معنى الدفع الشكلي. فالدفع الشكلي هو احتجاج قضائي بخرق الإجراءات الشكلية المقررة قانونا لصحة الدعوى الجنائية. إذن من خلال هذا التعريف يمكن أن نستنبط جملة من العناصر أو المفاتيح التي ستساعدنا في تفكيك هذا الموضوع فيما بعد أو بعد قليل. إذن هذه العناصر أو هذه المفاتيح يمكن أن نجملها في ثلاث عناصر. إذن العنصر الأول هو ضرورة أن يكون هناك أولا ادعاء بخرق قاعدة شكلية إجرائية. ثانيا أن تكون هذه القاعدة ولا بد مقررة في القانون، بمعنى لا بد من أن يكون القانون قد نص عليها بشكل صريح. والعنصر الثالث هو ضرورة أن يكون هذا الاحتجاج بهذا الخرق في ساحة القضاء، أي أمام مجلس القضاء. وبناء على هذا العنصر الأخير نستثني بطبيعة الحال الدفع أمام سواء النيابة العامة أو قضاء التحقيق، لأن المقصود بمجلس القضاء هي المحاكمة التي تجري أمام الهيئات القضائية. إذن من خلال هذه العناصر مجتمعة لابد أن نبني عليها تمييزا بين الدفع الشكلي والدفع الموضوعي. الدفع الشكلي هو كما تقدم في هذا التعريف السابق، أما الدفع الموضوعي
هو الدفع الذي يتعلق بجوهر الدعوة. قد يتعلق مثلا بالدفوع المرتبطة بمشروعية الإثبات، كذلك الدفوع المتعلقة بحالات تبرير الجريمة المنصوص عليها في الفصل 124 من القانون الجنائي، وكذلك في مثلا لأن هذه الحالات هي على سبيل المثال وليست على سبيل الحصر، وإلا فإن هناك مجموعة من الدفوع ذات الطابع الموضوعي. هناك دفع موضوعي آخر يلتبس كثيرا على بعض الممارسين في المادة القانونية وكذلك المادة القضائية، يلتبس مع الدفع الشكلي، وهو الدفع بانعدام حالة التلبس. فالكثير من الممارسين يعتقدون ويعتبرون هذا الدفع دفعا شكليا إجرائيا، في حين أنه دفع موضوعي، لأن المشرع نظمه في كلة من وسائل الإثبات. صحيح أن حالة التلبس تتعلق بها بعض الدفوع الشكلية، ولكنها هي دفوع تبقى مستقلة بذاتها، مستقلة ذاتها عن حالة التلبس، كما سيأتي في تفصيل بعض أوجه هذه الدفوع. كذلك وجب التمييز أيضا بين الدفوع الشكلية وبعض الدفوع الخاصة التي يختلط فيها الشكل الإجرائي مع أو يختلط فيها الشكل بالموضوعي، وهي دفوع خاصة ودفوع ممتازة، وذلك من قبيل مثلا الدفوع المتعلقة أو الرامية إلى سقوط الدعوى العمومية، كالدفع مثلا بالتقادم. الدفع بالتقادم المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية هو دفع من طبيعة خاصة يخلط أو يمزج بين ما هو شكلي وبين ما هو موضوعي. كذلك هناك في أثناء الممارسة العملية هناك من يخلط بينه وبين الدفوع الشكلية. كذلك الدفع بموت الشخص المتابع، الدفع بسبقية البتر، كل هذه هي دفوع خاصة تتميز عن الدفوع الشكلية. إذن بعد هذه التوطئة وقبل الخوض في بعض التفاصيل لابد من التفريج على الأساس الفلسفي الذي تقوم عليه هذه الدفوع الشكلية، وقد تمت الإشارة إليه في تقديم السيد رئيس هذه الجلسة. معلوم أن القانون الجنائي، أو معلوم أن الأصل في أفعال الإنسان هي الإباحة، وهذه الإباحة تبنى على حرية السلوك وحرية التصرف، ولكن هذه الحرية لا تكون على إطلاقها، وإنما يرد عليها بعض القيود. وهذه القيود أو من أوجه هذه القيود هناك القانون الجنائي الذي يحدد مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبات زجرية. إذن فالقانون الجنائي هو الذي ينشئ حق المجتمع ممثلا في الدولة في العقاب. إذن القانون الجنائي هو الذي ينشئ ويقرر حق الدولة عقاب، ولكن هذا الحق الذي هو قيد على حرية الإنسان لا بد من أن نقيده هو الآخر بمجموعة من القواعد التي تكبح جماح حق الدولة في العقاب، أو بالأحرى تكبح جماح ممارسة حق الدولة في العقاب.
هذه القواعد بطبيعة الحال هي قواعد القانون الجنائي الإجرائي، أو ما يصطلح عندنا في النسق القانوني المغربي أو النظام القانوني المغربي بالمسطرة الجنائية. لذلك قيل بأن قواعد الشكل هي توأم للحرية، ذلك أنها الضامنة الأساس لحرية المتهمين، يعني في إطار إقامة نوع من التوازن بين حق أو ممارسة حق الدولة في العقاب وبين حقوق المتهم، حتى لا نقع في التعسف في ممارسة هذا الحق. وكل هذا بطبيعة الحال هو يؤدي بنا إلى قيام مفهوم المحاكمة العادلة، لأن المحاكمة العادلة لا تقوم لها قائمة إلا باحترام هذه القواعد الإجرائية التي تنظم ممارسة حق الدولة في العقاب. فمعيار مدى اعتبار المحاكمة عادلة أم لا هو مدى التطبيق السليم للقانون الإجرائي الجنائي خلال يعني كل مراحل الدعوة الجنائية. إذن عن الكيفية التي تعامل بها المشرع المغربي مع الدفوع الشكلية، هو المشرع المغربي في الحقيقة لم يشد عن باقي التشريعات المقارنة، خصوصا المنتمية للمدرسة اللاتينية الجرمانية في تعاطيه مع الدفوع الشكلية، بحيث نظم أولا نظريتها العامة داخل قانون المسطرة الجنائية. هذه النظرية العامة أو أساس هذه النظرية العامة هي المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية. أستسمح الأخ المسير والإخوة المتابعين بسرد ولو الفقرة الأولى منها لأهميتها، لأنها هي التي ستكون يعني محورا لما سيأتي من تفاصيل. هذه الفقرة تنص على أنه يجب تحت طائلة السقوط أن تقدم قبل كل دفاع في جوهر الدعوى ودفعة واحدة طلبات الإحالة بسبب عدم الاختصاص ما لم تكن بسبب نوع الجريمة، وأنواع الدفع المترتبة إما عن بطلان الاستدعاء أو بطلان المسطرة المجراة سابقا، وكذا المسائل المتعين فصلها أوليا. إذن من خلال هذه المادة وفي إطار تفكيك النظرية العامة للدفوع الشكلية، نستنبط أن هذه الدفوع تتوزع على أنواع مختلفة. هناك النوع الأول الدفع بعدم الاختصاص، ولكن في حدود الاختصاص المكاني والشخصي دون الاختصاص النوعي، لأن المادة كما سبقت الإشارة استثنت الدفع النوعي من هذه الدفوع. هناك الدفع أستاذ المرجو تفعيل الصوت. تدير واحد المكالمة دخلت. إذا قلنا النوع الأول كتسمعني سي عبد الصمد؟ نعم أستاذ الصوت واضح. إلا سمحتي لي، لأن دخلت لي واحد المكالمة نحيد ما غير مرحبا أستاذ، مرحبا. ندير ما غير مودافيون.
كتسمعني سي عبد الصمد؟ نعم الصوت واضح أستاذ. مرحبا. اعتذر على هذا العطب اللي هو خارج الإرادة. لا بأس. إذا حتى نسترسل، كنا في أنواع الدفوع الشكلية. قلنا بأن هناك الدفع بعدم اختصاص كما فصلت أو ميزت فيه بين الاختصاص المكاني والشخصي والنوعي. فالنوعي مستثنى من الدفوع الشكلية. هناك الدفع ببطلان الاستدعاء، هناك الدفع ببطلان المسطرة المجرات، ثم الدفع ببعض المسائل المتعين فصلها أوليا. هنا وجب التدقيق بين هذه الأنواع، أي أنواع الدفوع كما هي منصوص عليها في المادة 323 السابق ذكرها، وبين بعض أوجه هذه الدفوع، لأن هناك من لا يميز بين أنواع الدفوع والأوجه المندرجة تحت كل نوع من هذه الأنواع، وسيأتي تفصيل ذلك في حينه. إذن كما استنبطنا من هذه المادة أنواع الدفوع الشكلية، يمكن أن نستنبط بشكل سلس وقت إثارة الدفوع أو هذه الدفوع. فوقت إثارتها هو يتراوح بين أصل واستثناء. فالأصل هو أن هذه الدفوع تثار قبل كل دفاع في جوهر القضية، والدفاع في جوهر القضية هو كل دفع رمى إلى تبرئة المتهم من الفعل المنسوب إليه. إذن هي دفعات موضوعية متعلقة بإشعار المتهم بالمنسوب إليه وفسح المجال أمامه للدفاع عن نفسه. إذن فالأصل هو أن تثار هذه الدفوع قبل كل دفاع في الجوهر، ويبتدئ هذا الدفاع في الجوهر بمجرد فتح المجال للمتهم للدفاع عن نفسه وللجواب عن المنسوب إليه أمام المحكمة. ويرد على هذا الأصل استثناء. هذا الاستثناء يتعلق بالدفوع أو الدفع المتعلق ببطلان الاستدعاء. فهذا الدفع كما هو مقرر في المادة 310 من قانون المسطرة الجنائية يتعين أن يقدم أو يتعين أن يثار قبل كل دفع أو دفاع، بمعنى قبل كل دفع شكلي أو دفاع في جوهر القضية. فمثلا حتى تتبين الصورة، فمثلا يمكن لدفاع المتهم أن يثير زمرة من الدفوع الشكلية، ومن بين هذه الدفوع الدفع ببطلان الاستدعاء، ولكن لا يقدم هذا الدفع أولا، وإنما يأتي به إما مثلا في مرتبة ثانية أو ثالثة أو أخيرة. في هذه الحالة يمكن للمحكمة أن تأمر أو أن تحكم بسقوط الحق في إثارة هذا الدفع، لأنه جاء بعد دفع في الشكل، لأن المادة 310 كما سبقت الإشارة هي واضحة في هذه المسألة. كذلك يمكن لنا أن نستنبط من هذه المادة المؤسسة للنظرية العامة للدفوع الشكلية الطبيعة القانونية التي خص بها المشرع المغربي هذه الدفوع. فالطبيعة القانونية لها هي أنها من النظام العام، ولما كانت هي كذلك فلا يمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها، ولا يمكن للأطراف أن يثيروها في المرحلة الاستئنافية أو أمام محكمة النقض لأول مرة. وهذا ظاهر من خلال صياغة المادة التي اشترطت أن تقدم أو أن يستدل
بهذه الدفوع قبل كل دفاع في الجوهر، لأن الدفوع التي هي من النظام العام كما سبق عندما تحدثنا عن الدفوع الخاصة المنصوص عليها في المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية هي من النظام العام، ويمكن إثارتها تلقائيا من طرف المحكمة وفي أي مرحلة من مراحل الدعوة. كذلك لابد من أن نتحدث في غمار تفكيكنا لهذه المادة عن طريقة إثارة هذه الدفوع، لأن المادة كما سبقت الإشارة تفرض على دفاع المتهم بأن يقدم هذه الدفوع دفعة واحدة، بمعنى حتى تتبين الصورة. لا يمكن للدفاع مثلا أن يثير دفعا أولا ثم يسكت وتعطى الكلمة للنيابة العامة للتعقيب عن هذا الدفع والجواب عنه، وتعطى ربما لهذا الدفاع تعقيب على تعقيب النيابة العامة، وتعطى الكلمة إذ ذاك للمحكمة أن تبت في هذا الدفع، ثم يأتي بعد ذلك دفاع المتهم ويلتمس الإذن له بتقديم دفع شكلي آخر، فهذا لا يجوز. سيكون هذا الدفع الثاني قد قدم في غير وقته، وبالتالي يتعين على المحكمة أن تحكم بسقوط الحق في إثارة هذا الدفع. هذا هو المقصود من تقديم هذه الدفوع دفعة واحدة. ولكن في هذه النقطة بالذات قد تثار بعض الإشكالات العملية، ويعني تفرض على القضاء بأن يجيب عليها. هذه الإشكالات مثلا إذا ما افترضنا حالة إثارة دفع من الدفوع والمحكمة تمهيدا للبت في هذا الدفع ارتأت سلوك إجراء من الإجراءات الأخرى تمهيدا واستجماعا لبعض المعطيات حتى تبت في هذا الدفع، وأثناء هذه الإجراءات ربما ظهرت اختلالات أخرى همت خرق إجراء من إجراءات قانون المسطرة الجنائية. ففي هذه الحالة يمكن أن نتساءل: هل يمكن لدفاع المتهم أن يضيف دفعا آخر لهذا الدفع، علما أن القانون أو المشرع يحدد هذا النطاق كما تقدم بأن في أن تقدم هذه الدفوع دفعة واحدة؟ هنا أستحضر اجتهادا للمحكمة الابتدائية بالقنيطرة في قضية كان دفاع المتهم قد تقدم بدفع يرمي إلى عدم توقيع المتهم على المحضر. محضر كان محضرا للدرك الملكي. كما تعلمون أن محاضر الدرك الملكي المحالة على السلطة القضائية تكون خلوا من توقيع المتهمين، لأن قانون مصلحة الدرك الملكي المنظم لمصلحة الدرك الملكي يلزم هذه المصلحة بأن يوقع المستمع إليه أو المتهمون في دفتر التصريحات. إذا كان هناك دفع أمام المحكمة بخصوص خلو هذه المحاضر من توقيع المتهم، المحكمة تفعيلا منها وتطبيقا منها واحتراما منها للمحاكمة العادلة، وكذلك حتى لبعض قرارات محكمة النقد، كلفت النيابة العامة بإحضار دفتر التصريحات لتطلع على ما إذا كان هناك توقيع المتهم مذيل به محضر أقواله أم لا. فبعد الإدلاء بدفتر التصريحات تبين أن هناك خرقا لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية.
في هذه الحالة تقدم الدفاع بدفع آخر يرمي إلى بطلان المحضر بناء على علة خرقه للمادة 66 المذكورة. النيابة العامة كان لها موقف واضح من أن هذا الدفع قدم خارج إبانه القانوني وخارج وقته تطبيقا للمادة 323 من قانون المسطرة الجنائية كما تقدم. المحكمة اجتهدت رأيها وعادت إلى تقسيم أنواع الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 323، وهي الأنواع التي فصلناها قبل قليل. وكان رأي المحكمة بأن المقصود بدفعة واحدة هي أن يتعلق الأمر بأكثر من نوعين من أنواع الدفوع، بمعنى أن يتعلق الأمر مثلا بالدفع ببطلان الاستدعاء، ثم بالدفع ببطلان المسطرة المجراة، وكذا بالدفع مثلا بعدم الاختصاص. في هذه الحالة التي يجتمع لدينا أكثر من دفعين، هنا وجب على دفاع المتهم أن يقدمها دفعة واحدة. ولكن إذا ما تعلق الأمر بوجه أستاذ انقطع الصوت. صمد، كتسمعني؟ جيد جيد. جيد. إذن عندما يتعلق الأمر بأكثر من وجهين من أوجه الدفع الواحد، هنا لا يمكن أن يواجه دفاع المتهم بمفهوم الدفعة الواحدة، يعني بمفهومه المضيق كما يمكن أن يتصور من خلال القراءة الظاهرة والسريعة للمادة 323. إذن هذا واضح. لا داعي لقراءة حيثية الحكم، لأن الحكم خلص إلى أن ما دام أن الدفاع قد تقدم بدفع يرمي إلى بطلان المحضر، والمحضر أو بطلان المحضر هو من مشتملات الدفع ببطلان المسطرة المجراة. إذن ما دام أن الدفاع دفع ببطلان المحضر لعلة عدم توقيع المتهم عليه، ثم أضاف دفعا آخر يرمي إلى بطلان المحضر وهو أيضا يعني يشمله مفهوم المسطرة المجراة بعلة خرق مقتضيات المادة 66. إذن المحكمة رأت أو ارتأت بأن هذا دفع واحد، وهو دفع رامي إلى بطلان المسطرة المجراة، وبالتالي لا داعي لمواجهة دفاع المتهم بهذا المفهوم. إذن كذلك في إطار طريقة إثارة هذه الدفوع الشكلية هناك إشكال آخر يتعلق بتقديم أو بالكيفية التي تقدم بها هذه الدفوع. فمحكمة النقد لديها رأي متواتر منذ الستينات إلى الآن تشترط في صحة هذه الدفوع أو في قبول يعني القبول الأول لهذه الدفوع بأن تقدم بشكل نظامي. والنظامية المتحدث عنها في قرارات محكمة النقد تتلخص في أمرين اثنين: إما أن تقدم هذه الدفوع كتابة في مذكرة كتابية، وإما أن تقدم شفاهيا، ولكن شريطة أن يلتمس من المحكمة بأن تشهد عليها في محضر الجلسة. إذا لم تقدم هذه الدفوع وفق هذين الأمرين أو لأحد هذين الأمرين، المحكمة
حسب رأي محكمة النقد المحكمة غير ملزمة بالجواب والرد على هذه الدفوع. في رأي المتواضع هذا الرأي ويعوزه الدليل من قانون المسطرة الجنائية، لأن قانون المسطرة الجنائية لا يضع أو لا يقيد تقديم هذه الدفوع بأي قيد من القيود باستثناء ما تطرقنا إليه، وبالتالي يمكن لدفاع المتهم بأن يتقدم بدفعه بالطريقة التي أراد، شريطة أن تقدم قبل كل دفاع في الجوهر. والمحامي عندما يخبر ويشعر المحكمة بأن له دفعا شكليا في القضية، فهو ضمنيا يلتمس منها الإذن له قبل استنطاق المتهم والاستماع إليه، الإذن له بتقديم هذا الدفع. وكاتب الضبط أو كاتب الجلسة لا شك لأنه يدون كل ما يروج في الجلسة، وملتمس دفاع المتهم أو إشعار دفاع المتهم لرئيس الهيئة القضائية رئيس الجلسة بأن له دفعا شكليا في القضية، هو يعني من مشتملات ما راج في الجلسة، وبالتالي يتعين الإشهاد على هذا الإشعار المتضمن لملتمسه بالإشهاد وجوبا على السيد كاتب الجلسة. إذن ويتعين على المحكمة وجوبا كذلك الرد والجواب على هذه الدفوع. كذلك من عناصر النظرية العامة للدفوع الشكلية البت في هذه الدفوع، فالبت فيها أيضا يتراوح بين قاعدة واستثناء. فالقاعدة هي وجوب البت فيها على الفور، وعندما نقول البت فيها على الفور بمعنى أن المحكمة يتعين عليها أن تبت في هذه الدفوع بحكم مستقل. واستثناء يمكن أن ترجئ البت في هذه الدفوع إلى حين البت في الجوهر، ولكن شريطة أن تعلل قرارها. وكل هذا بطبيعة الحال هو ضمانة من ضمانات العادلة. قد يعني قد نصادف بعض الدفوع التي تكون في تماس مع جوهر القضية، وربما قد يشكل البت فيها على الفور إبرازا لوجهة نظر المحكمة في الموضوع، وبالتالي إذا ما أبرزت المحكمة وجهة نظرها ولو ضمنيا تكون قد خرقت مبدأ الحياد. لذلك أتيحت هذه الإمكانية لإرجاء البت في هذه الدفوع الشكلية إلى حين البت في جوهر القضية، ولكن شريطة أن تعلل المحكمة قرارها. كذلك هناك عنصر آخر يتعلق بالنظرية العامة للدفوع الشكلية، وهو وصف الحكم الصادر في الدفوع الشكلية. لا شك أن الوصف يكون بطبيعة الحال أوليا، أوليا وليس ابتدائيا، لأن هذه مسائل يتعين أن تثار قبل كل دفاع في الجوهر، بمعنى تثار بشكل أولي، وبالتالي يكون وصف الحكم أوليا. الطعن في الأحكام الصادرة في الدفوع الشكلية لا يكون إلا مع الجوهر كذلك، لأن القانون صريح في هذه المسألة، سواء 323 أو كذلك المادة أعتقد ربما 401 من قانون المسطرة الجنائية. إذن بعد تفصيل وتفكيك عناصر النظرية العامة للدفوع الشكلية، ننتقل الآن إلى تفصيل بعض أوجه أنواع الدفوع السابق الإشارة إليها أو السابق إثارتها. نبدأ مثلا بأوجه الدفع ببطلان الاستدعاء. أولا المقصود بالاستدعاء، ليس كل استدعاء صادر عن المحكمة هو يعني يتعين أن يسيج بمثل هذه الضمانات المشار إليها ويمكن الطعن أو الدفع
ببطلانه، لأن المقصود بالاستدعاء في المادة أي بطلان الاستدعاء، المقصود هو الاستدعاء الأول للحضور أمام المحكمة الابتدائية للجواب عن التهمة. وهذا الاستدعاء هو الاستدعاء الذي يصدر إما عن وكيل الملك أي عن النيابة العامة، توجهه إلى المتهم وتوجه فيه تهمتها له ببعض الأفعال المرتكبة من قبله، أو استدعاء الموجه من لدن الطرف المدني في إطار ما يصطلح عليه في الممارسة القضائية بالشكاية المباشرة، أو ما يصطلح عليه في عرف المشرع المغربي بالاستدعاء المباشر. إذن هذا هو الاستدعاء الذي يكون مناطا للدفع ببطلان الاستدعاء. ومحكمة النقد ذهبت في نفس هذا الاتجاه وأصدرت قرارا قديما سنة 1965، وأعقبته هذا القرار أعقبته مجموعة من القرارات ذهبت في نفس الاتجاه، فتعتبر المحكمة بأن الاستدعاء الذي يكون محلا للدفع ببطلان الاستدعاء هو الاستدعاء الأول الذي يوجه للمتهم للحضور لأول مرة أمام المحكمة من أجل الجواب عن التهمة. بالنسبة للدفوع المتعلقة بهذا النوع من الاستدعاء، هناك عدة أمور التي قد ينعاها دفاع المتهم عن الاستدعاء. أشهرها وأهمها مثلا عدم احترام أجل الاستدعاء، أي عدم احترام الأجل الفاصل بين تبليغ الاستدعاء للمتهم وتاريخ الجلسة المستدعى إليها. في المادة 309 من قانون المسطرة الجنائية حددت هذا الأجل كقاعدة عامة في 8 أيام. ثم هناك مدة أخرى خاصة بالمتهمين المحالين من طرف قاضي التحقيق في حالة اعتقال، بحيث تنخفض هذه المدة 8 أيام إلى مدة 5 أيام حسب المنصوص عليه في المادة 217 من قانون المسطرة الجنائية. بمعنى أن إذا لم يحترم هذا الأجل يمكن لدفاع المتهم أن يدفع ببطلان الاستدعاء. وعندما يدفع ببطلان الاستدعاء فهناك خيارين: إما أن يتشبت بدفعه فتحكم المحكمة ببطلان هذا الاستدعاء، وإما أن تخيره المحكمة بأنه إذا لم يتشبت بهذا الدفع أن تؤخر القضية إلى أجل يعني مسمى، وأن تمنحه في خلال هذا الأجل، يعني أن تصحح الاستدعاء خلال هذا الأجل وأن تعيد استدعاءه، وكل ذلك منصوص عليه في المادة 310. كذلك هناك بعض الأمور التي قد ينعاها دفاع المتهم عن الاستدعاء، هو أن يصدر هذا الاستدعاء عن وكيل الملك أو عن الطرف المدني خلوا من بيان اليوم والساعة ومحل انعقاد الجلسة، وكذلك نوع الجريمة والتاريخ ومحل ارتكابها والمواد القانونية المطبقة بشأنها. ففي هذه الحالة كذلك يمكن له أن يدفع ببطلان الاستدعاء، وتطبق على هذه الحالة ما يطبق على الحالة السابقة، أي مقتضيات وأحكام المادة 310 من قانون المسطرة الجنائية. هذا عن أوجه الدفع ببطلان الاستدعاء. هناك أوجه الدفع ببطلان المسطرة المجرات. سبقت الإشارة باقتضاب فيما سبق بأن المقصود بالمسطرة المجرات هي مسطرة البحث التمهيدي، سواء في حالته العادية أو في حالة التلبس. عندما نقول بأن المسطرة أو مفهوم المسطرة المجرات هي البحث التمهيدي في حالته العادية وحالة التلبس، فنحن نستثني بطبيعة الحال بطلان إجراءات التحقيق. لماذا؟
لأن بطلان إجراءات التحقيق كان المشرع واضحا في المادتين 211 و 231 حيث أوكل جهة أو لا أوكل البتة في هذا الدفع بطلان إجراءات التحقيق إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف وليس لمحاكم الدرجة الأولى. إذن هذا واضح. إذن من هنا يمكن القول بأن مفهوم المسطرة المجرات المنصوص عليه في 323 قانون المسطرة الجنائية هو من قبيل العام المراد به أو العام المخصوص، هو عام ولكنه مخصوص بمحاكم الدرجة الأولى، لأن المشرع استثنى صراحة بطلان إجراءات التحقيق وأسند البتة فيها إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف. ولكن دائما عندما نتحدث عن بطلان المسطرة المجرات لا بد لنا من أن نميز بين نوعين من البطلان. هناك بطلان قانوني وبطلان قضائي. فالبطلان القانوني هو البطلان الذي أو هو الحالات الذي يخصها المشرع بالنص صراحة يعني على جزاء البطلان نتيجة خرق مقتضى من المقتضيات، كما هو الحال مثلا في تفتيش المنازل. فالمشرع يعني ينص على عدة أحكام للتفتيش ويرتب جزاء على الإخلال بهذه الأحكام، وجزاؤها هو البطلان. هنا يسمى هذا النوع من البطلان بطلانا قانونيا، لأن القاضي أو الهيئة القضائية أو السلطة القضائية هي لا تعدو أن تكون كاشفة عن حكم المشرع وليست منشئة له بطبيعة الحال بعد مراقبتها لعناصر يعني هذا البطلان المنصوص عليه في القانون. وهناك البطلان القضائي. البطلان القضائي هو موكول للسلطة التقديرية للقضاء، فالقاضي هو الذي يقيم ويقدر مدى ثبوت أو قيام عناصر هذا البطلان من عدمه. هذا النوع من البطلان اختلف فيه الفقهاء والدارسون وحتى المحاكم اختلفت بشأنه. فهناك من يقلص من نطاقه الموضوعي ويعتبر بأن المشرع ما دام لم يرتب أي جزاء على خرق إجراء من الإجراءات فلا يمكن لنا أن نتجه نحو البطلان، يعني بطلان هذا الإجراء. ولكن هناك رأي آخر يرى عكس ذلك، ويعتقد بأن قواعد المسطرة الجنائية هي قواعد آمرة ما شرعت وما سنت إلا لكي تطبق، ويستند في هذا الرأي ويستند هذا الرأي على مقتضيات المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية التي تعتبر بأن كل إجراء يأمر به هذا القانون أي قانون المسطرة الجنائية ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأن لم ينجز، وذلك مع مراعاة قلنا مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 لا داعي للتفصيل فيها. إذن هذه المادة هي التي يستند عليها الرأي القائل بأن خرق أي إجراء من إجراءات المسطرة الجنائية يترتب عنه البطلان، وهذا البطلان من النوع القضائي، ولكن شريطة أن يترتب عن هذا الخرق ضرر يلحق بالطرف صاحب المصلحة المتمسك بالدفع ببطلان المسطرة المجرات. هناك كما قلت اختلف الفقهاء، اختلف الشارحون، اختلف الدارسون، وكذلك اختلف القضاء. فمحكمة النقد تذهب في الكثير من قراراتها تعتبر بأن المشرع ما دام لم يرتب أي جزاء على خرق مثل هذه الإجراءات لا يمكن أن نتجه نحو أو نقرر البطلان لهذا الإجراء. ولكن هناك رأي آخر لمحكمة النقد
على أي حال هو رأي يعني قليل جدا حسب البحث الذي قمت به لسنوات طويلة. لم أجد سوى قرار واحد، وهو قرار مؤرخ في 19 أبريل 2006 عدد 792 على 4 في الملف الجنائي عدد 18865 على 5، حيث اعتبرت محكمة النقد بشكل صريح في إحدى حيثياتها أن خرق أي إجراء من هذه الإجراءات يعتبر يعني يتعين على المحكمة أن تصرح بإبطاله. قالت في إحدى حيثياتها: حيث إنه وتبعا لما ذكر أعلاه فإن المحاضر المنجزة مع ضباط الشرطة المذكورين، هذو كانوا ضباط شرطة يتمتعون بقواعد اختصاص استثنائية، لم تحترم هذه القواعد واستمع إليهم من طرف في البحث التمهيدي استمع إليهم من طرف الضابطة القضائية خرقا لقواعد قواعد الاختصاص الاستثنائية كما هي منصوص عليها في 264 وما يليها. قالت محكمة النقد: حيث إنه وتبعا لما ذكر أعلاه فإن المحاضر المنجزة مع ضباط الشرطة المذكورين يعتبر عملا بمقتضيات المادة 751 كأن لم تكن، ويتعين التصريح ببطلانها. فمحكمة النقد فسرت جزاء كأن لم يكن بالبطلان، في حين الرأي الآخر والاتجاه الآخر لا يفسر كأن لم يكن بالبطلان. هنا لابد من الإشارة إلى مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية، خصوصا في هذه المادة تقريبا حسم النقاش، بحيث استبدل كلمة كأن لم يكن بالبطلان وأضاف إليها مقتضى آخر، بحيث أسند للقضاء بأن يقيم ويقدر ما إذا كان هذا البطلان سينحصر أو يعني سينحصر فقط في ذلك الإجراء أو في الإجراءات التي تلته وارتبطت به ارتباطا وثيقا. يمكن إذا ما لم نطل على المستمعين الكرام نسرد عليكم النص المشروع. كيقول: كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد باطلا، فاستبدل كأن لم يكن بالباطل. إذن يعد باطلا. هنا المشرع أوضح رأيه وانتصر للرأي القائل بالبطلان القضائي، وذلك مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 442 المتعلقة بجلسات غرفة الجنايات. زاد المشرع فقرة أخرى لهذه المادة لم تكن في القانون يعني الجاري به العمل حاليا. قال: تقرر الجهة القضائية المختصة ما إذا كان يجب أن يقتصر البطلان على الإجراء المعني أو يمتد كلا أو بعضا للإجراءات اللاحقة. إذن هذا مقتضى جيد نوعا ما سيحسم النقاش الدائر بين مختلف الفاعلين في المحاكمة بصفة عامة. ننتقل إلى أوجه الدفع أو نفصل عفوا. إذا ننتقل إلى تفصيل بعض أوجه الدفع باختصار. بعض أوجه الدفع بالبطلان القانوني. فالبطلان القانوني كما سبقت الإشارة إليه هو أن المشرع يتعين، هو الحالات التي يخص فيها المشرع صراحة أو يرتب فيها المشرع صراحة جزاء البطلان على خرق إجراء من الإجراءات، كما هو الشأن مثلا في بطلان إجراءات التفتيش المقررة في الفصول أو في المواد من 59 60 62. مثلا هناك دفع قد يثار، هو أن ضابط الشرطة القضائية يقوم بتفتيش منزل من المنازل ويحجز جسما من أجسام الجريمة كيفما كان نوعه، إما وثائق أو أشياء كيفما كان نوعها، ويغفل عن توقيع الشخص الذي فتش منزله. في هذه الحالة
عندما لا يوقع الشخص الذي فتش منزله على محضر التفتيش، يمكن لدفاع المتهم أو لمن له المصلحة أن يتقدم بدفع بطلان هذا المحضر. وهناك عدة تطبيقات قضائية في هذا الاتجاه. كذلك مواقيت التفتيش، عندما لم تحترم هذه المواقيت يمكن الدفع ببطلان التفتيش برمته وما لحقه من إجراءات. كذلك أو ننتقل إلى أوجه الدفع بالبطلان القضائي، وهي ربما الكثيرة في قانون المسطرة الجنائية. ليس ربما وإنما تأكيدا هي الكثيرة في قانون المسطرة الجنائية، لأن المشرع لم يصرح ببطلان يعني بعض الإجراءات إلا لماما، ويبقى دائما المساحة الكبيرة هي للبطلان القضائي. هذا البطلان القضائي قد يتخذ مثلا شكل اختلال على مستوى بيانات وشكليات محضر الضابطة القضائية. مثلا صفة محرر المحضر المنصوص عليه في المادة 23: يتعين وجوبا على محرر المحضر أن يضمن صفته كضابط شرطة قضائية. هنا وجب التمييز، لأن هناك من يقول بأن بعض عناصر الشرطة القضائية الذين هم أو الذين يكتسبون هذه الصفة بقوة القانون، مثلا كعمداء الشرطة، فعميد الشرطة هو أو القائد، فعميد الشرطة والقواد هم ضباط للشرطة القضائية بقوة القانون. هناك من يقول بأن مثل هؤلاء لا يلزمون بذكر صفتهم كضابط شرطة قضائية في محضر من المحاضر التي ينجزونها، ولكن هذا خطأ، لأن هؤلاء أو مثل هؤلاء الموظفين هم لديهم صفتين: هناك صفة ضابط شرطة قضائية، ولديهم صفة أخرى إدارية يتبعون فيها إلى جهة إدارية معينة. ويمكن أن يكون مثلا عمله أو ذلك مثلا لا نتحدث عن المحضر هنا، قد نتحدث عن التقرير مثلا، قد ينجزون تقارير إخبارية إدارية. إذن كيف لنا أن نميز بين العمل الإداري لهؤلاء والعمل القضائي الذي يكون تحت رقابة القضاء وتحت رقابة النيابة العامة؟ إذن من الضروري أن يضمن محرر المحضر صفته كضابط الشرطة القضائية، وإلا فيجوز لدفاع المتهم أن يدفع ببطلان هذا المحضر بطبيعة الحال بطلانا قضائيا مؤسسا على مقتضيات المادة 751 كما سبقت الإشارة إليها. كذلك توقيع محضر الضابطة القضائية سواء من طرف الضابط محرر المحضر أو من طرف المستمع إليه، فهذا بيان إلزامي يتعين أن يضمن في المحاضر، وإلا كانت هذه المحاضر مختلة شكلا ويتعين التصريح بإبطالها إذا ما تقدم دفاع المتهم بدفع يرمي إلى ذلك وفق الشروط المذكورة سالفا. هنا يمكن الإشارة إلى أن مسألة التوقيع هو التوقيع أو الإبصام، لأن التوقيع في الحالة التي يكون فيها المستمع إليه يجيد القراءة والكتابة، والإبصام في الحالة التي يكون معه المستمع إليه لا يجيد القراءة والكتابة. وفي حال ما إذا رفض هذا المستمع إليه التوقيع، يتعين على ضابط الشرطة القضائية كضمانة من الضمانات القانونية للمحاكمة العادلة بأن يضمن ويشير إلى أن المستمع إليه رفض التوقيع، وأن يذكر علة ذلك الرفض بشكل صريح وواضح حتى يتسنى للمحكمة أن تبسط رقابتها على شكليات هذا المحضر، لأن هذا المحضر هو جزء من العناصر المهمة التي تكون بها المحكمة قناعتها
الوجدانية للبت في القضية. هناك أيضا وجه من هذه الدفوع بالبطلان القضائي تتعلق بشروط الوضع تحت تدبير الحراسة النظرية، كما هو الشأن مثلا بالنسبة لمدة هذه الحراسة. فمدة هذه الحراسة محددة على سبيل الدقة والحصر في قانون المسطرة الجنائية، وبالتالي لا يمكن تجاوزها، وإلا كان تدبير الحراسة النظرية يعني مشوبا بعيب خرق القانون، ويتوجب معه التصريح ببطلان هذا الإجراء بصفة عامة. هنا تضارب العمل القضائي حتى على مستوى محكمة النقد. فتارة محكمة النقد يعني تذهب في اتجاه أن المشرع لم يرتب جزاء كما سبق الذكر آنفا، وتارة أخرى ترتب هذا الجزاء ولو في الحقيقة بشكل يعني قليل مقارنة بالرأي الأول. هنا أستحضر قرارا لهذه المحكمة هو نوعا ما قديم 1961 6 مارس 1961، صدر تحت عدد 356. تقول فيه محكمة النقد: حيث إنه يثبت من أوراق الملف أن المتهم اعتقل بإدارة الشرطة من 17 مارس إلى 24 منه لسنة 1959، مع أنه لا يمكن أن تتجاوز مدة الحراسة النظرية 48 ساعة طبقا للفصل 68 من قانون المسطرة الجنائية، وأنه لذلك لا يمكن الاستدلال بمحضر الشرطة الموجود بالملف، لأن الاستنطاق جرى في المدة غير القانونية فلا يمكن الاعتماد عليه. ورغم ذلك فإن قضاة الاستئناف قرروا إدانة المتهم اعتمادا على محضر الشرطة، الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون. فمحكمة النقد هنا تجاوزت مسألة عدم احترام مدة الحراسة النظرية إلى القول ببطلان الإجراءات المنجزة خلال هذه المدة الغير القانونية. فما دامت أن هذه المدة غير قانونية، فحرية المعني بالأمر أو كل التصريحات التي أدلى بها خلال هذه المدة المشوبة بخرق القانون فيها شبهة من الإكراه، وبالتالي يتعين استبعاد هذه المحاضر أي محاضر الاستماع. هذا هو قرار محكمة النقد، وهو بالفعل هو في مضمونه قرار متقدم جدا في ضمان المحاكمة العادلة. كذلك هناك دفع آخر أو وجه من أوجه هذا الدفع قد يتعلق بعدم ذكر بيان ويوم وساعة ضبط المتهم ويوم وساعة إطلاق سراحه في البيان المتعلق بالحراسة النظرية. وأهمية هذه البيانات تكمن في أن القضاء يبسط رقابته على هذا الإجراء، وبالتالي لا يمكن أن يعني يبسط رقابته بشكل جيد دون أن يستجمع وأن يتوفر على كافة العناصر لتحديد ما إذا كانت هذه المدة قانونية أو غير قانونية. كذلك هناك دفع آخر قد يتقدم به دفاع المتهم، وهو وضع المعني بالأمر أو الشخص تحت تدبير الحراسة النظرية بخصوص أو في مسطرة التلبس أي البحث التمهيدي في حالة التلبس، لأن وجب التمييز أن الوضع في الحراسة النظرية في حالة التلبس يمكن لضابط الشرطة أن يقرر فيه دون الرجوع إلى النيابة العامة، وفي حالة البحث التمهيدي العادي لا بد له من أن يستصدر أمرا من النيابة العامة بوضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية. إذن في الحالة الأولى حالة التلبس، عندما يمارس ضابط الشرطة القضائية سلطته التقديرية في وضع شخص ما تحت تدبير الحراسة النظرية من عدمه، يتعين عليه
وجوبا يتعين عليه وجوبا بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 66 أن يشعر النيابة العامة. في هذه الحالة أو في حال ما إذا لم يشعر النيابة العامة يمكن لدفاع المتهم أن يتقدم بدفع شكلي يرمي إلى بطلان هذا الإجراء لعلة أن النيابة العامة لم تخبر بوضع المعني بالأمر في الحراسة النظرية، وعلة ذلك هي أن النيابة العامة تراقب العديد من الإجراءات المتعلقة بالوضع تحت تدبير الحراسة النظرية من سجل هذه الحراسة ومن مدتها وما إلى ذلك من الإجراءات الواضحة والمحددة سلفا في المادة 66 المشار إليها. كذلك قد يتخذ هذا الدفع شكلا آخر، مثلا الدفع ببطلان المحضر بالنظر إلى عدم إخبار الشخص الذي ألقي عليه القبض أو الذي وضع تحت تدبير الحراسة النظرية بدواعي اعتقاله وبحقوقه، ومنها حقه في الالتزام بالصمت. هنا يقع نوع من الالتباس على بعض الممارسين للمادة القانونية، ويعتبرون مجرد إيقاف شخص ولو كان متلبسا بالجريمة هو إلقاء للقبض عليه، في حين أن قانون المسطرة الجنائية هو فصل كثيرا في مسألة إلقاء القبض. فإلقاء القبض حالاتها هي واردة على سبيل الحصر، وأكثرها يكون بأمر من السيد قاضي التحقيق أو بأمر من قضاء التحقيق. وبالتالي فيتعين وجوبا على ضابط الشرطة القضائية عندما يلقي القبض على شخص ما تنفيذا لأمر قاضي التحقيق أو تنفيذا لأمر المحكمة التي أصدرت الأمر بإلقاء القبض، فيتعين عليه وجوبا أن يخبره بدواعي اعتقاله حتى يكون على بينة من أمره هذا الشخص، وكذلك بحقوقه المفصلة في المادة 66 وأهمها الالتزام بالصمت، وكذلك بالنسبة لوضع المعني بالأمر في الحراسة النظرية. فدواعي الاعتقال هي مرتبطة أساسا بالأمر بإلقاء القبض وبالوضع في الحراسة النظرية، وبالتالي كل إجراء مع أي شخص قبل إلقاء القبض وقبل الوضع في الحراسة النظرية فضابط الشرطة غير ملزما بإخبار المعني بالأمر بحقوقه، فهذه الحقوق تنتج بمجرد إما إلقاء القبض كما تقدم أو بوضعه في الحراسة النظرية. وفي كل الأحوال عندما يتم خرق هذه المقتضيات يمكن لدفاع المتهم أن يتقدم بدفع يرمي إلى بطلان المحضر، لأن هذه الإجراءات هي باطلة لأنها لم تنجز وفق الشكل المحدد قانونا، وتعتبر كأن لم تكن، بمعنى أنها والعدم سيان بمعنى أنها باطلة. إذن هناك كذلك تمديد مدة الحراسة النظرية. يتعين وجوبا أن يتم هذا التمديد بإذن كتابي من النيابة العامة، وبالتالي إذا ما تم تمديد مدة الحراسة النظرية بدون هذا الإذن الكتابي ولو كان إذنا شفويا يمكن لدفاع المتهم أن يتقدم بدفع يرمي إلى بطلان الإجراء الحراسة النظرية بطبيعة الحال، تأسيسا على المادة 751 السابق ذكرها أيضا. هناك أوجه الدفع بعدم الاختصاص، وهو نوع آخر من الدفوع الشكلية كما تقدم تفصيلها. وقلنا سابقا بأن هذا الاختصاص إما المقصود بالدفع بعدم الاختصاص أو الدفع الشكلي بعدم الاختصاص هو عدم الاختصاص المكاني أو عدم الاختصاص الشخصي دون عدم الاختصاص النوعي، لأن عدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام وليس دفعا شكليا، هو دفع
ممتاز، دفع من طبيعة خاصة يمكن للمحكمة أن تثيره تلقائيا، ويمكن حتى أن تثيره تلقائيا ويمكن إثارته من قبل الأطراف في أي مرحلة من مرحلة الدعوة. الدفع المكاني معروف، يعني منصوص عليه في المادة 259 من قانون المسطرة الجنائية، هو إما محل ارتكاب الجريمة أو محل إقامة المتهم أو محل إلقاء القبض عليه. إذن لا يمكن للمحكمة أن تثير عدم اختصاصها مكانيا تلقائيا، وإنما يتعين على دفاع المتهم أن يتقدم بهذا الدفع أمامها لتصرح بعدم اختصاصها مكانيا وتحيل مقيم الدعوى العمومية على من له حق النظر. كذلك الاختصاص الشخصي كما هو الشأن مثلا بالنسبة للأحداث، فالأحداث هناك هيئات قضائية خاصة للبت في قضايا الأحداث، وبالتالي في حال ما إذا تبع حدث خطأ أو سهوا تبع حدث أمام المحكمة الابتدائية العادية، يمكن لدفاعه أن يدفع بعدم الاختصاص الشخصي. كذلك فيما يتعلق بقواعد الاختصاص الاستثنائي، عندما يتعلق الأمر ببعض موظفي الدولة الذين يرتكبون فعلا من الأفعال المجرمة كما هو منصوص عليه ومنظم بمقتضى 264 إلى 268. الدفع بالمسائل المتعين فصلها أوليا. هذه المسائل هناك من يميز خصوصا من الفقه من يميز بين الدفوع الشكلية والمسائل المتعين فصلها أوليا، في حين أن المشرع في المادة 323 لا يميز بينهما ويعتبر المسائل المتعين فصلها أوليا هي من قبيل الدفوع الشكلية التي ينطبق عليها أو تنطبق عليها أحكام النظرية العامة للدفوع الشكلية المفصلة آنفا. هناك العديد من أوجه هذا الدفع التي تعتبر من المسائل المتعين فصلها أوليا. فمثلا المادة 384 مادة 384 قانون المسطرة الجنائية تنظم يعني طرق وكيفية رفع الدعوى العمومية أمام المحكمة الابتدائية، وحددت لذلك مجموعة من الإجراءات التي كانت على سبيل الحصر وهي من النظام العام. فمثلا في الحالة العادية يعني البحث التمهيدي العادي يتعين أن ترفع الدعوى العمومية أمام المحكمة الابتدائية بمقتضى استدعاء مباشر يوجهه وكيل الملك للمتهم. قد يقع أن يفتح لمتهم أو لقضية ملفا دون تحرير هذا الاستدعاء. هنا يمكن لدفاع المتهم أن يتقدم أوليا، لأن هذا الدفع لا هو من بطلان المسطرة المجراة، لا هو من يعني باقي الدفوع. يمكن مثلا لا هو كما قلنا من المسطرة المجراة، ولا هو من مشتملات الدفع ببطلان الاستدعاء، لأن الاستدعاء هنا في هذه الحالة الاستدعاء المباشر غير موجود في القضية، وبالتالي المحكمة تبسط رقابتها على الطريقة التي أحيلت بها القضية عليها. يمكن هنا لدفاع المتهم أن يتقدم بدفع يرمي إلى عدم قبول الدعوى الجنائية أو عدم قبول المتابعة استنادا للمادة 384 من قانون المسطرة الجنائية. كذلك هناك بعض الحالات الأخرى التي قد يتقدم فيها بدفع يرمي إلى عدم قبول المتابعة وعدم قبول الدعوة الجنائية، كما هو الشأن في بعض الجرائم التي اشترط المشرع وجوبا لتحريكها ورفعها ضرورة تقديم شكاية في الموضوع، كما هو الشأن مثلا في الخيانة الزوجية وفي إهمال الأسرة، وكذلك السرقة ضد الأصول، وكذلك في بعض الجنح الجمركية المنصوص عليه في مدونة
الجمارك. وما ينطبق على هذه الحالة المتعلقة بعدم قبول الدعوة العمومية ينطبق كذلك على الحالة التي تتعلق باستهلاك المتهم أو متابعته من أجل استهلاك مادة مخدرة. هنا المشرع كذلك يقيد إجرائيا وشكليا النيابة العامة في تحريك دعواها ضد المتهم، يقيدها بضرورة إخبار وإشعار هذا المتهم وعرض إمكانية عرضه على العلاج من التسمم المترتب عن تعاطيه للمخدرات أم لا. في هذه الحالة عندما المشرع لا يلتزم بهذا القيد الشكلي المنصوص عليه في الفصل 8 من ظاهر 21 ماي 1974 المتعلق بالزجر على الإدمان المخدرات، فيمكن للدفاع المتهم أن يتقدم بدفع شكلي يروم إلى التصريح بعدم قبول الدعوة العمومية. إذن أعتذر إن أطلت في هذا العرض، ربما هو طبيعة الموضوع تقتضي نوعا من الإطالة. هو في كل الأحوال حتى ما تطرقت إليه من تفصيل لبعض أوجه الدفوع المشار إليها هي كانت فقط على سبيل المثال للحصر وعلى سبيل القلة وليس الكثرة، وإلا فإن قانون المسطرة الجنائية زاخر بالعديد من الإجراءات التي يمكن أن تكون محل دفع شكلي، وكذلك بعض القوانين الخاصة هي الأخرى تنص على بعض الإجراءات الشكلية التي قد تتخذ أو تكون موضوعا لدفع شكلي مثل مدونة الجمارك المشار إليها، وكذلك القانون المنظم لمصلحة الدرك الملكي حتى هو فيه بعض الإجراءات الشكلية الواجب احترامها عند إعداد وإنجاز البحوث التمهيدية وقوانين أخرى. لذلك حاولت جهد الإمكان أن أقتضب وأن أقتبس فقط بعض أوجه هذه الدفوع، وأعتذر إن أطلت، وشكرا على حسن استماعكم سواء الإخوان المنظمين وكذلك الإخوان المستمعين. شكرا جزيلا. إذا شكرا أستاذي على مداخلتكم القيمة التي يعني لا شك أننا استفدنا منها الكثير والكثير، لا سواء نحن أو المتتبعين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، والتي يعني انصبت مداخلتكم على مجموعة من النقاط الأساسية لعل أبرزها الطبيعة أو النظرية العامة للدفوع، والتي ابتدأت من تعريف الدفع الشكلي والدخول إلى عناصره المتمثلة في ضرورة وجود استدعاء خرق لقاعدة قانونية، وكذلك أن تكون مقررة قانونا، وأن يكون هذا الاحتجاج بها يعني أن يسمح به أمام القضاء، إضافة إلى التمييز الدفوع الشكلية عن بعض الدفوع الأخرى المشابهة مع الدفوع الموضوعية. إلى جانب هذا يعني حاول الأستاذ يعني التسليط على استنباط الطبيعة القانونية لهذه الدفوع، ولا شك أنها من النظام العام كما عقب على ذلك الأستاذ. كذلك بالنسبة لطريقة الإدلاء بهذه الدفوع والتي حددها يعني والتي حددتها محكمة النقد، التي حددتها أنها تشترط في صحته أولا أن تقدم كتابة أو أن تقدم شفهية، رغم أن يعني قانون المسطرة الجنائية لم يحدد بالضبط يعني الكيفية التي يمكن أن يسلك بها يعني كل. كذلك البت في هذه الدفوع، فالقاعدة يعني كما يعني استنبطنا من مداخلة الأستاذ فيجب يعني أن يبت فيها على الفور أن تحكم، وكذلك يجب على المحكمة أن تحكم بحكم مستقل استثناء إلى حين البت في الجوهر، شريطة يعني على المحكمة أن تقرر يعني أن تعلل يعني قرارها. إضافة إلى هذا في نقطة
موالية، حاول الأستاذ يعني التطرق إلى أنواع الدفوع الشكلية والتي يعني اختزلها فقط يعني في الدفع ببطلان الاستدعاء، والذي حاول من خلاله يعني إثارة مجموعة من الإشكالات حولها، كذلك الدفع بالمسطرة والمجرات، كذلك الدفع يعني الدفع بعدم الاختصاص وما يثيره بطبيعة الحال بمجموعة من الإشكالات. شكرا لكم أستاذ الكريم. هنالك مجموعة من الأسئلة التي توصلت بها، هي منشورة في الصفحة الرسمية للمنتدى. أغلبها أجدها أنه تم التطرق إليها من قبل الأستاذ، لكن سوف أحاول يعني أن أسردها لكم. من بين هذه الأسئلة، هل مشروع المسطرة الجنائية إذا سمحت لي، مرحبا واش تعطيني الأسئلة كاملة عاد نجاوب أو لا سؤال بسؤال؟ كما تريدون أستاذ؟ لا اللي بغيتو، اللي جات مزيانة لكم انتم انا ما عنديش إشكال. يمكن يعني الإجابة عنها بصفة عامة حتى يسهل. تفضل. هل مشروع المسطرة الجنائية جاء بمستجدات تتعلق بالدفوع الشكلية أم لا؟ تفضل. هل يسقط الحق في إثارة الدفوع الشكلية بمجرد الدخول في الموضوع؟ كيف يمكن تجاوز اختلالات الدفوع الشكلية في قانون المسطرة الجنائية؟ كيف يمكن تجاوز إضافة إلى هذا هذا شوية ما مفهومش السؤال هذا. كيف يمكن تجاوز اختلالات الدفوع الشكلية؟ يمكن تجاوز الدفوع الشكلية في قانون المسطرة الجنائية. غير مفهوم قليلا. ما مفهومش. المهم هنالك تساؤل أخير حول واقع الدفوع الشكلية في الميدان الجنائي. هل تؤدي دورها تشريعي أم أنها تعاني من أزمة قانونية حادة؟ وإن كانت هناك أزمة، فما هي مظاهرها وأسبابها، وكيف السبل إلى إيجاد بديل عنها؟ وشكرا. مرحبا أستاذي. بالنسبة للسؤال الأول، يعني مشروع المسطرات الجنائية، أولا احنا تطرقنا في العرض إلى الجزئية المتعلقة بمشروع مسودة الفصل أو المادة 751. قلنا بأن هذا يعني نوعا ما المشرع تقدم بنا إلى الأمام في ما يتعلق باستبدال الجزاء الذي كان نوعا ما غامضا وأثار نوعا من الاختلاف، وهو اعتبار الإجراء المعيب شكلا كأن لم يكن، واستبدله بمصطلح البطلان. فكان المشرع هنا حاسما في أن تلك المادة تتعلق بالبطلان. ولكن مشروع أو مسودة مشروع قانون المسطرات الجنائية ليس فيه فقط هذا المقتضى. وما أثارنا وما لاحظناه وسجلناه يعني بشكل كبير هو عدم السير قدما في حسم العديد من الخلافات القانونية بين الممارسين وفي ساحات القضاء بخصوص تطبيق مقتضيات المادة 66 من قانون المسطرات الجنائية. فالمادة 66 من قانون المسطرات الجنائية التي تنظم العديد من الحقوق الواجب على ضباط الشرطة القضائية بأن يمتعوا بها الماثلين أمامهم. هذه المادة أضيفت إليها بعض الفقرات، ولكن المشرع لم يذهب يعني في قدما إلى حسم النقاش فيما يتعلق بترتيب جزاء الإخلال بمقتضيات هذه المادة. فما يعني كنت أفضل بأن يضمن أو يضيف المشرع فقرة لهذه المادة ويحسم في هذا النقاش، ويعتبر أن كل إخلال بإجراءات أو بالإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة يترتب عنه البطلان، ويعني ويحول هذا البطلان
أو الدفع بخرق مقتضيات هذه المادة من ساحة البطلان القضائي إلى البطلان القانوني لكي يحسم النقاش. للأسف هذا لم يحصل، ونتمنى أن يتدارك مشرع مسودة المشروع هذا الأمر وأن يضيف فقرة لهذه المادة. بالنسبة للسؤال الثاني، هل يسقط الحق بمجرد الدخول في الموضوع؟ نعم، يسقط الحق بمجرد أن يبدأ المتهم في الجواب عن المنسوب إليه، وهذا واضح في المادة 323 عندما تشترط إثارة مثل هذه الدفوع قبل كل دفاع في الجوهر. ما معنى دفاع في الجوهر؟ هو الدفاع عن النفس، هو دفاع المتهم عن نفسه، هو دفع المتهم للتهمة عنه. بمجرد ما يدخل المتهم في الجواب على سؤال المحكمة أو الجواب على ما نسب إليه من طرف النيابة العامة بعد إشعاره المحكمة بالمنسوب إليه، هنا يسقط الحق في إثارة الدفوع الشكلية إطلاقا. كيف يمكن تجاوز اختلالات الدفوع الشكلية؟ أنا السؤال لم أفهمه، ما المقصود تجاوز اختلالات الدفوع الشكلية؟ هل يعني الدفوع أو الإجراءات التي يمكن أن تكون محلا لهذه الدفوع والمبتوتة في قانون المسطرة الجنائية تعاني من اختلال ما؟ لست أدري وأعتذر عن الجواب عن هذا السؤال. واقع الدفوع الشكلية، هل نعيش أزمة أو غير ذلك؟ في الحقيقة لا يمكننا أن نعتبر أننا نعيش أزمة، ولكن نعيش ربما مشكلة لا تصل إلى درجة الأزمة. ولكن ما هو مصدر هذه المشكلة؟ أنا أتساءل. أنا أعتقد من وجهة نظري هي الموضوع نوعا ما مركب ومعقد وفيه العديد من المتدخلين. أولهم هو المشرع، لأن المشرع وضع العديد من النصوص التي هي بطبعها نصوصا كان يلزمها نوعا من الدقة والوضوح، ولكنه وضعها بشكل أو بطريقة تستدعي نوعا من الغموض والالتباس كما أشرت في المادة 66. إذا ماذا كان سيكلف المشرع في أن يضيف فقرة لهذه المادة ويحسم النقاش؟ لأن إذا ما حسم المشرع النقاش بنص تشريعي أكيد أن هذا النقاش سيحسم في ساحة القضاء، كما هو الشأن مثلا في القواعد المنظمة للتفتيش. القواعد المنظمة للتفتيش غالبا أمام القضاء لا تثير أي إشكال، لأن المشرع كان واضحا فيها ورتب بطلان أو بطلان إجراء التفتيش في حال ما إذا تم خرق الأحكام المنظمة لهذا التفتيش. إذن أعتقد أن ربما العامل الهام جدا للخروج من هذه المشكلة، ولا أقول الأزمة، هذه المشكلة، هو أن يلتمس المشرع نوعا من الوضوح والدقة في تشريعه لمثل هذه القواعد المرتبطة بحرية الأفراد. وهذا هو الخطير، هذه حرية الأفراد، بمعنى أن المشرع يتعين عليه أن يكون واضحا يحسم النقاش، ولما لا أن يتبنى ويحتوي ويستوعب الاجتهاد القضائي في هذه المادة. هناك اجتهادات قضائية سواء على محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقد قد تكون قليلة نعم، ولكن يتعين علينا أن نعترف بأن الإشكال أولا وأخيرا ربما في النص قبل أن يكون في التطبيق، لأن الإشكال عندما يرد على مستوى التطبيق فمصدره هو النص، ولكن كلما كان النص واضحا لا يحتمل أكثر من تأويل لا يمكن للتطبيق إلا أن ينسجم مع النص
صريحه وروحه وما إلى ذلك من الأمور. هل هناك من سؤال آخر؟ شكرا أستاذي الفاضل على كل هذه المعلومات التي تنصبت حول موضوع الدفوع الشكلية في قانون المسطرة الجنائية وما يثيره من العديد من الإشكالات سواء منها القانونية أو التطبيقية. فلكم جزيل الشكر أستاذي. مرحبا مرحبا مرحبا، شكرا جزيلا. الشكر لكم أيضا، والشكر لكل المتتبعين على حسن إصغائهم واستماعهم، ونعتذر إن أطلنا عليهم في هذه الليلة الرمضانية المباركة. حفظكم الله. أستاذي، قبل الانتهاء من هذه يعني الجلسة، فلتتفضل الطالبة حفصة ناصحي بتلاوة مقرر هذه الجلسة، وشكرا. مساء سعيد للحضور الكريم كل باسمه وبصفته وبالاحترام والتقدير الواجبين في حقه. باسم منتدى الباحثين في القانون نجدد الترحاب بفضيلة الأستاذ عبد الرزاق الجباري، وأيضا نجدده بكل الحاضرين أينما كنتم. إذن بتاريخ 8 أبريل 2023 استضاف المنتدى في إطار سلسلة ضيف منتدى الباحثين في القانون أستاذ عبد الرزاق الجباري بصفته رئيس نادي قضاة المغرب، وذلك لتأطير الحلقة الثانية المعنونة بالدفوع الشكلية في قانون المسطرة الجنائية. وأثناء تناول الأستاذ للموضوع تطرق لعدة نقاط مهمة، أبرزها على أن الأستاذ من خلال كلمته يعني بين الأهمية البارزة التي يحظى بها الموضوع. في أول الكلمة أيضا عرف الدفع الشكلي بكونه احتجاج قضائي بخرق الإجراءات الشكلية أثناء الدعوى، مبينا على أنه ليتم الاحتجاج بهذا الإجراء لابد من توفر 3 عناصر أساسية. أولها ادعاء بخرق قاعدة شكلية إجرائية، تقرير هذه القاعدة في القانون صراحة، ثم لابد أن يكون الاحتجاج بهذا الخرق أمام القضاء. ميز أيضا بين الدفع الشكلي والدفع الموضوعي، باعتبار على أن الدفع الموضوعي يتعلق بجوهر الدعوى بناء على الفصل 124 من القانون الجنائي. كما أيضا بين على أن من بين يعني الدفوع التي تخلق عدة مشاكل يعني على الواقع العملي، بين على أن هناك يعني الدفع بالتقادم باعتباره دفع بالتقادم، أيضا بموت المتابع، وأيضا بسبقية البث من بينها الدفوع التي ذات طبيعة متميزة وخاصة. قدم الأستاذ سؤال مهم يعني عن كيفية تعامل المشرع مع الدفوع الشكلية، وبعد هذا السؤال انطلق من المادة 323 قانون المسطرة الجنائية، حيث تم تنظيم النظرية العامة للدفوع من خلال يعني 4 حالات. لدينا الدفع بعدم الاختصاص المكاني والشخصي دون النوعي، أيضا الدفع ببطلان الاستدعاء، ثم الدفع ببطلان المسطرة المجراة، أيضا الدفع بالمسائل المتعين فصلها أولا. بين الأستاذ على أن هذه الدفوع تصار دفعة واحدة، أي عندما يكون هناك أكثر من نوعين من الدفوع، كما أن هذه الدفوع تصار قبل أي دفع في الموضوع. ومن بين هذه الدفوع يعني ما هو متعلق مثلا بإخبار المتهم بالمنسوب إليه للدفاع عن نفسه وللجواب على المنسوب إليه أمام المحكمة. وإذا جاءت يعني هذه الدفوع بعد قيام الدفوع الموضوعية أو الجوهرية، كان مصيرها السقوط لاعتبارها قدمت في غير وقتها. كما عزز الأستاذ مداخلته بعدة نماذج من العمل القضائي، وهنا يعني من بين الحيثيات التي تترقى في الحكم يعني الأول يعني كان متعلق بالدفع بعدم توقيع المتهم للمحضر. كما بينا على أنه للدفاع الحرية في أن يقدم يعني هذه الدفوع إما كتابة أو شفهية شريطة الإشهاد عليها وقت الجلسة. كما يتعين أيضا على المحكمة الرد على هذه الدفوع، لأن البت يعني في هذه الدفوع متراوح بين القاعدة والاستثناء،
فالأصل يعني الأصل هو البت يعني في هذه الدفوع على الفور بحكم مستقل، وذلك إبرازا لوجهة نظر المحكمة. يعني وحالة الاستثناء فأحيانا يحتفظ بالبت يعني في الحكم الموضوع شريطة تعليل ذلك. أشار أيضا إلى وصف الحكم الصادر في الدفوع الشكلية، يعني يعني هو وصف أولي، لأنه كما يعني أشار في البداية على أنه يعني من الدفوع الشكلية التي تقدم قبل كل دفاع. أيضا تطرق إلى الطعن في الأحكام الصادرة في الدفوع الشكلية، فهو لا يتم فيها إلا في الموضوع، وذلك بناء يعني المادة 323 و 400 إلى 401. أيضا تطرق إلى أوجه الدفع بالبطلان، يعني هنا استدل الدفع بالبطلان بالاستدعاء، أي أن يعني هنا يعني يعني هنا أيضا يعني استدل بمجموعة من الحالات، يعني فمثلا عدم احترام أجل الاستدعاء، كما أنه يعني بين بعد ذلك صدور يعني استدعاء دون توفر على البيانات اللازمة. ثم بعد ذلك تطرق إلى أوجه الدفع ببطلان المسطرة المجرات، يعني هنا سواء تعلق الأمر بالبحث التمهيدي في الحالة العادية أو البحث التمهيدي في حالة التلبس. بعد ذلك ميز الأستاذ بين نوعين من البطلان، سواء البطلان القانوني والذي يعني يرتب الجزاء يعني يرتب من خلاله المشرع الجزاء صراحة يعني على الإخلال ببعض الإجراءات، ثم تطرق للبطلان القضائي وهو موكول بالسلطة التقديرية للقاضي لتقرير البطلان من عدمه. ثم تطرق الأستاذ للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية وما أحدثته من إشكالات على الواقع العملي، بحيث أن عبارة كأن الإجراء يعني لم يوجز، يعني هناك من يعتبرها يعني بمثابة البطلان وبين من لم يعتبرها كذلك. ومن بين يعني أوجه الدفع بالبطلان القانوني بين لنا الأستاذ يعني بطلان إجراءات التفتيش، والبطلان لعدم تضمين المحاضر الصفة أو التوقيع، وإضافة إلى ذلك بين لنا يعني البطلان القضائي من خلال يعني عدم احترام شروط تدبير الوضع تحت الحراسة النظرية، سواء تعلق الأمر بالمدة المحددة والتي حددها المشرع على سبيل الدقة، ثم الدفع بعدم ذكر وبيان ساعة القيام بهذه الحراسة النظرية ليتبين للقضاء ما إذا كانت هذه الحراسة تمت على الشكل المطلوب. ثم أيضا تطرق الأستاذ إلى أوجه الدفع بعدم الاختصاص، يعني سواء تعلق الأمر بالدفع باختصاص المكان المنصوص عليه في المادة 259 أو الاختصاص الشخصي دون النوعي الذي يعتبر من طبيعة خاصة كما سلفت الإشارة. وذلك يعني بين على أن الاختصاص المكاني سواء يتعلق يعني بمحل ارتكاب الجريمة أو مكان إلقاء القبض إلى آخره. ثم تطرق إلى المسائل الأولية يعني المنظمة في المادة 384 من قانون المسطرة الجنائية، والتي يعني تنظم يعني من 300 و 480 من قانون المسطرة المدنية. وفي إطار التفاعل مع الموضوع اللقاء تم طرح العديد من الأسئلة التي تصب في الدفوع الشكلية، حيث كان من أبرز هذه الأسئلة المستجد الموجود في المشروع المسطرة الجنائية، وهو يعني المتعلق بالمادة 751 نظرا لأهمية هذه المادة. فبين الأستاذ على أن من بين أهم المستجدات التي جاءت بها مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية هي وضع جزاء البطلان صراحة محل جزاء كأن لم يوجز. وبهذا يعني نكون قد أنهينا تقديم التقرير، ونحيل الكلمة بذلك للزميل عبد الصمد بولحية. شكرا. إذن شكرا لمقررة هذه السلسلة من سلسلات ضيف المنتدى. شكرا للأستاذ الفاضل لإتاحته لنا لهذه الفرصة من أجل إغناء النقاش حول هذا الموضوع العملي والقانوني في نفس الوقت. شكرا لكل متتبعي منتدى الباحثين في القانون من خلال يعني إثارتها لمجموعة من الإشكالات
كل يعني في سلسلة يعني تكون يعني في زمن معين. إذا نترككم وشكرا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء. توفيق. توفيق، الله يعاونكم، الله يعاونكم.